هلو هلو يا فنانين، وحشتوني جدا. تعالوا نعمل سكتش الشفايف ده. بما اننا عملنا قائمة كاملة لتطبيق سكتش بوك وشرحنا فيه شوية حاجات عن الديجيتال ارت، ازاي نستخدم ادواته وايه هي اصلا ادواته، وازاي استخدم اللايرز او الطبقات اللي موجودة في التطبيق، واقدر اطلع منه ازاي ريلاستيك دروين او بينتن. ازاي اطلع الشغل بتاعي واقعي قوي على نفس التطبيق بالبروسيس اللي موجودة. ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع التولز والبروشز اللي موجودة في سكتش بوك في النسخة المجانية، عشان بس الناس اللي بتقولي انا برسم على موبايل، لا ده بقى فيه بريميوم محتاج فلوس ومش عارفة ايه. لا، هو اللي احنا هنشتغل عليه ده كله فري، انا مش مشترياه بفلوس. انا هو عندي من بدري اصلا على الايباد، وهو بينزل على موبايلات، بينزل على اندرويد واي او اس وكده. فهتنطلقوا، يعني انطلقوا كده معايا. المهم خلينا نشوف ازاي نعمل سكتش للشفايف دلوقتي. وطبعا هقول لكم قبل ما تيجوا تشتغلوا اي حاجه ليها علاقه بالسكتش بوك، حتى لو انا وريتكم شكل البروش، ممكن انتوا لما تيجوا تجربوا بروش منهم تحسوا الريزلتس بتاعتها ممكن تديكوا نتيجه حلوه، مثلا في بورتريه، في شعر رموش، في الشعر نفسه، في الحاجات دي كلها. فانا مثلا استخدمت قلم رصاص حلو. انتوا ممكن تستخدموا قلم رصاص ما تحسوهوش قوي، يعني ما تحسوش ان هو حلو في السكتش وكده. بس فجربوا البروسيس كلها، ويعني خلوا في باليت كده للبروسيس، او صفحة خاصة اشتغلوا فيها البروسيس كلها، جربوها وشوفوا شكلها ايه والنتائج بتاعتهم. مع الوقت ومع التدريب هتدوا يعني هتعرفوا هتتعودوا على البروسيس اللي انتم ممكن تشتغلوا بيها، تديكم ريزلتس كويسة جدا. تمام. فانا اشتغلت الشفايف بالطريقة دي. طبعا احنا كنا متفقين من وقت بعيد جدا ان احنا بنشتغل او بنحول اي جسم لمجموعة من اشكال هندسية عشان يسهل علينا معالجته، او نبسط على نفسنا كده رسمه، فالدنيا تبقى اسهل وبسيطة. مش هطول عليكم برضو كتير في الموضوع ده، بس هنقسم الشفايف لمجموعة من الأوفلز والسيركلز، يعني دايرة وشوية أوفل كده مقاسات مختلفة، لحد ما ارسم الشفايف اللي فوق واللي تحت. وبعد كده هقلل الأوباسيتي بتاعت اللاير دي وأبدأ أشتغل في لاير تانية، كأني هعمل اوتلاين بقى كده للشفايف على استخدامي الأشكال الهندسية دي. تمام كده. وهحاول ان انا اختار تون مختلفة او لون اصلا مختلف خالص عشان يساعدني. طبعا انا هنا عمالة استخدم درجات اقلام كتير. انا كنت بصراحة فاكرة فسفوري هيوضح معايا، بس انا مخليه الباك جراوند بيج شوية، مش درجة غامقة، فما ظهرش معايا قوي. فهبدأ ان انا اشتغل عليه بلون مختلف خالص. فخلينا نشوف كده. اعتقد ان البينك درجته حلو قوي لما اعمل بيه الاوتلاين بتاع السكتش بتاعي، وبعد كده برضو هخليه في لاير مختلفة. خلينا في الاول واحنا بنشتغل ديجيتال ارت على سكتش بوك، بروكرييت، اي تطبيق، نستخدم اللايرز عشان تساعدنا ان احنا يعني نتقن الشغل شوية اكتر. بعد كده ممكن نلاقي نفسنا بنشتغل البروجكت كله على 2 layers بس، يعني حاجة كده وبسهولة، من غير ما يحصل لخبطة، من غير ما يحصل لخبطة في دمج او تلوين. لو وصلتوا للدقايق دي من الفيديو، فانا عايزة اخد رأيكم في حاجة. احنا عايزين نعمل حاجة كده شبه البودكاست، نتكلم فيها عن المشاكل اللي بتواجهنا احنا كرسامين، مشاكلنا واحنا بنشتغل عشان نلاقي شغل، مشاكلنا ازاي نسعر البرودكتس بتاعتنا، ان كانت ديجيتال برودكتس ولا لوحات او يعني تصميمات والحاجات دي كلها، ازاي نسعرها، ازاي ما يحصلش معانا ارت بلوك، ازاي نحل كل المشاكل دي. لو عجباكم الفكرة اكتبولي في التعليقات. وبما اننا جبنا سيرة التعليقات، فاكيد اكيد اكيد شكرا جدا جدا لكل حد بيعملي سبورت ويعملي لايك. شكرا جدا 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 لكل حد بيكتب لي كومنت او بيقترح عليا فكرة، لان احيانا كتير قوي بكون عندي افكار كتيرة ومش عارفة بجد ابدأ بايه واحط ايه قبل التاني. وساعات بتقترحوا عليا فكرة بتكون فعلا ما جاتش في بالي، بس في ناس كتير قوي محتاجين ان احنا نشارك معاها الخطوات بتاعتها او نعرف عن الموضوع ده اكتر. ف بالسكتش كده بالسريع هناخد تخطيطات بسيطة خالص للشفايف والأماكن اللي ممكن يكون فيها شوية تظليلات بسيطة، وهنبدأ نشتغل الظل والنور بتاعها على طول. وطبعا
اللاير بتاعه السكتش دي او الستاب دي هتكون لاير خاصه لوحدها. هقلل الاوباسيتي وارجع اشتغل تاني على لاير جديده بإفكتس مختلفه. زي ما اتفقنا احنا بنجرب اكتر من بروش لحد ما نوصل للبروش اللي هتدينا الخط اللي احنا محتاجينه في النقطة دي او في المرحلة دي، ونقدر نعدل على التصميم او نقدر نعمل سيلكت مثلا او كروب لجزء منه ونحرك مكانه. ده انا عملته في الشفايف اللي تحت، لما عملت الاوتلاين بتاعها حسيتها مش ظابطه معايا قوي، فرجعت ان انا اغير في مكانها وفي شكلها. فرجعوا تاني للفيديو بتاع التولز عشان هيسهل عليكم تعرفوا الستبس دي. زي ما قلنا احنا بنجرب اكتر من بروش عشان تساعدنا نختار النتيجة اللي احنا عايزينها او اللاينز اللي احنا محتاجين الشكل بتاعها النهائي. وطبعا زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اللي شرحنا فيه بروشز السكتش بوك اوتوديسك، احنا بنستخدم بروش عشان ندهن او نعمل بيزك تون. بنستخدم الاير بروش. الاير بروش سهله جدا، بتسهل عليا كتير. بصوا هنا بيحصل حاجه لو خدتوا بالكم في الفيديو، ان ايه، يعني تيجي مثلا تعمل تاتش بالايد وبعد كده تاتش بالقلم تلاقي الصوره راحت في حته تانية. ده بصراحه مش بيحصل بتاع على بروكريت، ومش عارفه بصراحه هنا بيحصل ليه، بس هحاول اعرف السبب واوريكم، يعني اقول لكم برضو بيحصل ليه حتى لو في شورت كده صغنطوط نشرح المشكله دي بتتعالج ازاي. كبرت الحجم بتاع الاير بروش وخليت الاوباسيتي بتاعتها خفيفه، هي طبعا مختارها بلاك عادي بس الاوباسيتي خفيفه، وهبدا اشتغل عليها اكتر لايرز مختلفه. اللاير بقى المختلفة اللي ممكن احطها على البيزك تون هي هتكون التأثيرات الخطوط والملامس اللي موجودة في الشفايف، بس طبعا ده سكتش سريع مش ليه واقعية قوي، فالواقعي هينزل قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع رسم العيون الواقعية برضو، والريفرنس موجود في البروكريت، يعني هحط لكم صورة الريفرنس وهنشتغل كلها خطوات مع بعض، على الأغلب كلها مع بعض، وهنحاول ان احنا نشتغل كل الديتيلز دي مع بعضها تاني كاملة في فيديوز تانية. لو بس انتوا اكتبوا لي كده في التعليقات الفكرة دون نشتغل عليها ولا ايه. المهم انا بستمتع جدا وانا بستخدم سكتش بوك، لان هو برضو بيديني حاجات من بروكريت. انا بحب انوع بصراحه، يعني بحب ايدي ما تبقاش حافظه اماكن البروش مثلا الساتن الحاجات دي، بحب ايدي تبقى منتشره كده، ايدي اكتف في اكتر من تطبيق. وكمان بحاول اشتغل اكتر على حاجات تانية، احاول برضو اوريها لكم حتى لو في بوستس على اليوتيوب وانستجرام. يعني اكيد لو انتوا مش عندي انستجرام احنا كده محتاجين نتكلم في الموضوع ده، لان انستجرام كتير انا بكون اكتف عليه وبنزل ستوريز فيها ستيبس كتيره، لان بتكون اسهل عندي من اليوتيوب. اليوتيوب بيخلي البوستس عندي شكل مربع، مش بعرف ادخل عليها كلها وكده، فمش بعرف انزل اللي انا عايزاه براحتي. عملت شويه شيدز كده موجوده حوالين اللي هي المكان بتاع فوق الشفايف والجنب يمين وشمال تحت الشفايف من تحت، عشان ابين قد ايه هي بارزه اللي قدام. وبس دي يعني حاجة كده سكتش سريع للناس كمان اللي اصلا ما بتعرفش ترسم شباب. بس عايزه اقول لكم بقى على الكومنت على الجزء ده، احنا نقدر نتعلم من الناس اللي بترسم ديجيتال، نتعلم نرسم على الورق. والله نقدر جدا، ونقدر نطلع درجات بشرة لو هنرسم مثلا بورتريه بألوان خشبية أو بان باستل سوفت باستل والحاجات دي كلها، نقدر نطلع درجات البشرة عن طريق فيديوز أو توتوريالز لناس بترسم أصلا ديجيتال. يعني أنا مثلا الفيديو زي اللي أنا بعمله دلوقتي قدامكم ده، أنا متأكدة في ناس كتير هتطبق نفس الخطوات دي بقلم رصاص وورق عادي جدا. الفكرة كلها أنا أحاول أستفاد كويس أوي 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 من النتائج اللي ممكن تجيلي او اللي ممكن يكون معروض لي. يا جماعه انتوا اصلا دلوقتي بقى معروض على انترنت ويوتيوب والحاجات دي كلها بشكل يعني رائع. احنا بقى في حاجات كتير، طرق كتير قوي نتعلم بيها، فحاولوا تستغلوا الحاجات دي والاوبشنز دي، لان بجد والله يعني اعتقد ربنا هيسألنا ان احنا الحاجات دي كانت متاحة واحنا ما استخدمناش او ما تعلمناش بيها. يعني وقتك وعمرك وصحتك والحاجات دي وديتهم فين؟ فحاولوا ان انتوا تتعلموا، حاولوا ان انتوا تسيرش اكتر، والسيرش يوصلكوا لحاجة، مش نقعد 6 سنين بنسيرش وخلاص قفلت اصلا انا جالي اورت بلوك. لا يا جماعة الحياة مش كده.
ف move on يعني تجاوزوا مرحلة الart block وتجاوزوا مرحلة الsearch طول الوقت والحاجات دي. خلّوا في وقت كده بنشوف الناس بتشتغل إزاي وأرجع أنا أشتغل، عشان ألاقي بقى نَفْسي يعني فاهماني؟ ودي من ضمن الحاجات اللي إحنا هنتكلم عليها في الpodcast اللي قُلت لكم عليه، ويا ريت لو اقترحتوا عليّا اسم ليه كمان. بما إنكم بقى وصلتوا للدقيقة دي في الفيديو، أتمنى إن أنتم تعملوا share وsubscribe لو أنتم أول مرّة بتشوفوني وبتشوفوا القناة بتاعتي، وكمان يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا لي comment للحاجات، تقترحوا عليا حاجات وتقولوا لي إيه رأيكم في الفيديو. أتمنى بجد الفيديو يكون وصّل معلومة واتناقشنا فيه كده كصحاب شوية بسيطة، وقولوا لي بقى في التعليقات رأيكم في كل الحاجات دي، عشان أنا بجد تعليقاتكم بجد بتبسطني وبتخلّي عندي power إن أقعد أشتغل تاني من بعد ما بقيت مامي كده وما بانامش غير كام ساعة في اليوم. فادّوني طاقة كده وsupport me و وشكرًا، شكرًا جدًا. أتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، وشاركوني الresults بتاعتكم على Instagram إسراء art studio من غير أي حاجة بين الكلمات. أوكي، أشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة. باي باي.